قاتل بلبل الثورة عبد الباسط الصاروت بقبضة رجال الأمن. طبعا صاحب هذه الصورة المقدم دريد عوض، كان يلقب بنار النمر. طبعا هو اللي غدر بعبد الباسط الصاروت بال 2019 في قرية تل ملح في ريف حماة. طبعا تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن. هذه رسالة إلى كل الأشخاص اللي قاعد يشككون في نوايا الحكومة بأنه راح يتركون الشبيحة، حتى إذا بي شبيحة انتركت بيوم من الأيام. هذه أكيد يعني خطط أو لغاية في نفسه يعقوب، ولكن ما في ولا شبيح راح ينترك. كل شخص تورط بدماء السوريين أو حتى أنه كان يؤيد تأييد مفرط ويجرح مشاعر السوريين ومشاعر الأيتام ومشاعر الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن في هذه الحرب التي دامت 14 عاما، سوف يتم محاسبتهم. ولكن أنت إذا تشوف من شدة غباء هذا النظام المجرم أنه قام باستهداف عبد الباسط الصاروت، فباستشهاده تحول إلى قد ويشعل مشاعر